تقرير من الحدود. أعزائي المشاهدين، هذه حلقة من برنامج تقرير من الحدود. مساء الخير. ما زال الوضع المتوتر في الحدود البولندية الشرقية. 71 محاولة غير شرعية لعبور الحدود سجلها حراس الحدود منذ أمس، كما أعلنت الملازم أن ميهالسكا من القيادة العامة لحرس الحدود أصيب جنديا. حدثت محاولات جديدة لعبور الحدود في منطقة تشرمخا، حيث عشرات من مهاجرين غير شرعيين حاولوا اختراق الحدود البولندية، وهم رموا بالأحجار تجاه الدوريات البولندية، والقوات البوليسية وجهت مصابيح ليزر على أعين البولنديين. أصيب جنديان بولنديان، أحدهما ضرب بحجر في الوجه والثاني ضرب بركبة. تم تقديم الإسعافات الأولية الطبية لهما وإجراء الفحوصات، وسوف يعودان إلى الخدمة قريبا إن شاء الله. هناك أيضا محاولات لعبور الحدود من قبل مجموعات من بين 10 إلى عشرات المهاجرين في ناريفكا، نوفيدفور وميلنيك. أما الآن فننتقل إلى القرب من الحدود، منطقة كوجنيتسا. مراسلتنا أغنيشكا ينجيتشك. مساء الخير، كيف الوضع هناك؟ حاليا هناك حالة تأهب قصوى للقوات البولندية على طول الحدود البيلاروسية، لأن وقت الليل هو الوقت الذي يتنشط فيه المهاجرون، وهذا هو الحال أيضا منذ أمس بالليلة في منطقة شرمخا، حيث تحدث محاولات عنيفة لاقتحام السياج الحدودي، وهناك كثافة عالية من هذه الحالات. حراس الحدود أعلنوا اليوم أن لم يعود المهاجرون الآن في محاولتهم لاقتحام الحدود يستخدمون جسيرات خشبية، ولكن أكثر من ذلك وتم تدمير السياج في بعض المناطق. لا نستبعد أن في هذه الليلة سوف نشهد نفس الشيء، قطع الأسلاك الشائكة في مناطق ميلنيك، نوفيدفور وناريفكا. الجنود البولنديون والشرطيون وحراس الحدود ليس فقط يضبطون الحدود، ولكن الآن يصلحون الأسلاك الشائكة والسياج. مراسلتنا أغنيشكا ينجيتشك من منطقة الحدود. شكرا لك على المعلومات. بمناسبة أعياد الميلاد القريبة، قام وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشczak بمقابلة الجنود الذين يدافعون عن الحدود. أتمنى لكم أعيادا مجيدة وهادئة، وأشكركم على الخدمة الممتازة من أجل الوطن، قال وزير الدفاع البولندي. أنا واعٍ بأن الهجوم الهجين لم ينتهي، وأن هذا العدوان الذي يواجهه وطننا ما زال قائما، ولكن وبكل اليقين كثافة هذه العدوانية انخفضت بفضل موقفكم وصمودكم، الجنود البولنديين وحراس الحدود والشرطيون البولنديون. إنه عمل ممتاز تم أداؤه لبولندا. هذه هو جوهر الخدمة التي حلفتم اليقين وقسمتم، وسوف تقومون بذلك، وأنا أشكركم على ذلك، وأتمنى لكم أعيادا مباركة للميلاد وكل الموفقية في السنة الجديدة 2022. أما الآن فضيفنا رائد كشيشتوف جيخ من منطقة نادفيشلانسكي لحرس الحدود. مساء الخير السيد الرائد. مساء النور. تصحيح بسيط، أنا من القيادة العامة لحرس الحدود، آسف على ذلك. سيد الرائد، لقد تغيرت تكتيكات المهاجرين في اقتحام الحاجز الحدودي، فكيف تغير مقاربتكم في حرس الحدود؟ نحن نلاحظ، وكما قيل قبل ذلك، أن هناك مجموعات من المهاجرين قل عددها، ولا يوجد الآن محاولات لاقتحام أو اختراق الحدود من قبل مئات من المهاجرين دفعة واحدة، ولكن المجموعات هي أصغر عددا. أمس على سبيل المثال حدثت اختراقات في 3 مناطق
تابعة لمسؤوليات حرس الحدود ميلنيك نوفيدور وتشرمخا. والسيناريو المعروف حدث في تشرمخا، حيث أن تم رمي بالأحجار وقطع من الأشجار وأصيب جنديان جراء ذلك، كما يتم قطع الأسلاك الشائكة اعتياديا. الأمر الذي حدث أمس خاصة في ميلنيك في 3 مناطق تم قتل الأسلاك الشائكة، ودوريتنا لاحظت جنديا بيلاروسيا بالجانب البيلاروسي الذي كان يقتل الأسلاك وثم هرب إلى عمق بيلاروسيا. سيد الرائد، هل يمكن التوقع المناطق أو المقاطع من الحدود التي سوف تحدث في هذه المحاولات؟ يصعب الوضع. نحن نلاحظ أن المحاولات تتم في الأماكن التي يسهل الوصول إليها وبشكل غير مرئي، وعادة تكون هي الأماكن التي تؤدي إليها الطرق ويمكن النقل المهاجرين إليها، ما الأمر الذي تقوم به القوات البيلاروسية وبسرعة على متن شاحنات يتم تقريب هذه المجموعة من الحدود بشكل خفي. السيد الرئيس، هل يمكننا القول أن لولا مساعدة القوات البيلاروسية وحراس الحدود للمهاجرين لما حدث كل ذلك وانتهى؟ نعم، بكل التأكيد. حتى الأحجار التي يتم إلقاؤها تجاه دورياتنا، أنا كنت في الحدود ورأيت بأم عيني أنه لا يمكن العثور على هذه الكميات من الأحجار أو الجسور الخشبية في الشريط الحدودي. المهاجرون أنفسهم غير قادرون على بناء وتجميع هذه الأشياء بأنفسهم. ما هي صورة التعاون ما بينكم وحرس الحدود والشرطة وقوات حماية الأراضي؟ نعم، هذه القوات كلها موجودة، التعاون ممتاز والتعاضد رائع، كلنا نعمل في فريق واحد جنبا إلى جنب وهدفنا حماية الحدود. شكرا على هذه المقابلة. السيد الرائد كشيشتوف جيخ من القيادة العامة لحرس الحدود كان ضيفنا. وشكرا السيد الرائد، خدمة آمنة لك ولزملائك. أعزائي المشاهدين، كل يوم هناك حلقة جديدة من برنامج تقريب من الحدود. اليوم عشرات محاولات عنيفة لعبور الحدود، الوضع كأنه أهدى، ولكن ما زالت القوات في حالة تأهب قصوى في مختلف الظروف الجوية. أكثر من 20,000 جندي وضابط قائم في خدمة الحدود. المزيد عن ذلك في حلقة جديدة من برنامج تقريب الحدود، وشكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء. ابقوا معنا وليلة ممتعة.